حاجات كتير جدا نقدر نفهمها من العنوان. الموضوع بالتأكيد ما هوش ماتش أو بطولة بتتلعب، فبطل حكايتنا بيخوض جولة أخيرة لإثبات ذاته قدام الجميع، قدام بنته اللي بعد عنها لسنين طويلة، قدام طليقته حبيبته اللي بتقل منه وبتوصفه بالفشل دايما، قدام أبوه اللي كان صارم قبل ما يفقد إحساسه بالزمن والوقت، قدام مرات زميله اللي مات واللي بيحاول ينتشلها من ضياع اللي كان سبب فيه بشكل غير مباشر. بطلنا بيخوض جولة أخيرة في ماتشات كتير قبل ما يتوه هو نفسه ويدخل في متاهات الزمن. ومن هنا بتظهر لنا كذا نظرية، يمكن كان أولها إننا بنعيش الأحداث بمخيلته هو، بمعنى إنه دخل في مراحل متطورة من المرض وهو مش حاسس، لكن سرعان ما بتختفي النظرية دي تماما وتحل محلها نظريات تانية. أهمها يمكن اكتشفناها في نهاية الحلقة الخامسة، على أمل إننا نشوف نظرية أخرى أكثر أهمية. وهنا أنا بتكلم عن ما بين شبكة وتامبي، والعلاقة اللي ممكن تظهر ما بينهم إذا سير الأحداث يودينا المقابلة منتظرة ما بين تامبي وأمهاته التلاتة، أو حتى أما يقابل بنفسه أم شبكة اللي خلفته فعلا. شبكة أو رامز اللي هو نفسه عنده ماتش لا يقل أهمية عن ماتش يحيى، بل أنه يكاد يكون أهم من ماتش يحيى. إنه يبقى شخص محترم قصاد الناس، شخص له عزوة وعيلة يخاف عليها فعلا ويحبها، عشان كده بتلاقيه صارم طول الوقت معاهم، يردهم على اللي كانوا بيعملوه زمان حتى لو طلب الأمر إنه يوديهم العمرة كل سنة. شخصيا بشوف إنه هو البطل الحقيقي للقصة، هو راوي الأحداث ومحركها الأساسي، وفي إيده تقريبا كل خياطها وأسرارها. ودي ممكن تكون أهم ميزة للمسلسل. احنا كنا فاكرين إننا هنشوف نسخة من فيلم أمريكاني اتعمل من 10 سنين تقريبا، بحيث إن الماتشات حدثها الأساسي، فلقينا نفسنا بنغوص في تفاصيل تانية بعيد تماما عن خط الماتش، حتى إننا ساعات بننساه أصلا، فبنستعوضها بأحداث وعلاقات ما بين شخصيات مكتوبة كويس، شخصيات لها أبعادها المختلفة، لها مشاعرها ولها أخطائها وجروحها اللي بتدفع تمنها طول الوقت. ومن هنا لازم نشيد بأحمد ندى، كاتب السيناريو اللي نجح في تقديم مسلسل يشد انتباهك حتى وإن كانت أحداثه غاب عنها التشويق في أوقات كتير. وإذا كنا بنتكلم عن الشخصيات الكتير فإحنا لازم نشيد بكل الممثلين اللي موجودين بلا استثناء، حتى اللي قدموا أدوار صغيرة. وإحنا مش محتاجين نقول إن أشرف عبد الباقي كان رائع جدا، وإن رشدي الشامي موهوب بالفطرة، وأن علي صبحي رمانة الميزان، وخير من يقدم شخصية لها الغموض المثير للانتباه. اسماء أبو اليزيد بطلتها لها البريق الواضح للقصة، مرورا بحنان مطاوع اللي بتسيب أثر مميز بالرغم من مساحة دورها، وصولا للبنت الصغيرة ملك فهمي ومستقبل كبير ومبهر بالنسبة لها في عالم التمثيل. كل شيء بالنسبة لنا كان فوق الممتاز، لا ينقصه سوى بعض الأخطاء الواضحة في التنفيذ في الحلقات الأولى. مشاهد يبان فيها السقا انه ضعفان جدا مع اسماء، ومشاهد فيها افضل حالا مع عبد الباقي في نفس الحلقة. بالاضافة ان اوجه التشابه بين الاب المصاب بالالزهايمر مع الابن اللي في بداية المرض كانت بتتكرر كتير جدا وبزيادة. ده غير ان كان في حشو شوية خصوصا في الحلقة الستة والسابعة. اما مشاهد الماتشات فكانت ضعيفة جدا للامانة، فالماتشات زي ما قلنا هو حدث هامشي جدا قصاد الاحداث التانية، لكن ده ما يقللش من المجهود اللي عملته المخرجة الشابة مريم أحمدي في تألق كل الممثلين اللي قدامنا، بخلاف الكادرات الرائعة اللي بنشوفها طول الوقت، خصوصا المشاهد الخارجية. تقريبا اتكلمنا عن كل حاجة ومفضلناش غير أهم واحد. ناس كتير دلوقتي بقى لها تحفظات واضحة على النجم الكبير، ناس كتير بتقول انه ما بيعرفش يمثل، وانه نجم اكشن بس، وانه بيعتمد على نجوم تانية. في الواقع انا معرفش جابوا الكلام ده منين، وعلى العموم هي اذواق في الاول والاخر، وانا مش هقول انه قدم دور عظيم ورائع، لانه ببساطة قدم احلى دور ليه من وقت طويل جدا. انت مش محتاج تشوف غير واحد مريض وهمدان بيتحدى كل الظروف اللي قدامه، ومش محتاج اقول انه نجح بامتياز، وده المطلوب. أحمد السقا هو نجم الجيل الأول، عشنا معاه مراحل البطولة من أيام صعيدي للجزيرة 2، وإذا كان وقع لفترات في العقد السابق، وإذا كانت في مشاكل في اختيار أدواره بعد فيلم الجزيرة، فده لا يقل منه، هو فقط بطل كبير تاه في وسط الطريق، ملاكم مخضرم خسر جولات كتير زي بطلنا بالظبط، وعليه إنه يعود بأقصى سرعة لمكانته الكبيرة عند جمهوره ومحبيه قبل ما يتوه وسط الزحمة في جولة أخيرة. آسف على الإطالة.
وانا كنت شجيع السين